الاختطاف هو فعل لصوص، هو سرقة يا إما بالقوة أو بدون ما الطرف التاني يعرف. ليه؟ لأن الرب سوف يأتي كلص. يعني ايه الرب سوف يأتي كلص؟ واحد يقول لي هيجي لص يعني يجي في ميعاد ما نعرفوش. صح تماما، والرب يسوع نفسه قال كده، لكن هنا هو كلص لأنه سوف يأتي كي يسرقنا من العالم. ده المعنى الباطني. اللص بيجي في وقت لا نتوقعه، والرب يسوع سوف يختطفنا. علشان كده أيضا قيل عنه أنه سلط، أو أي زي ما قال بطرس الرسول في رسالته الثانية، ولكن سيأتي كلص في الليل. الآيتين زي بعض، يعني بولس الرسول وبطرس الرسول الاثنين بيتكلموا باللي بيقولوا روح القدس. سيأتي كلص في الليل، تلاقوها في تسالونيك الأولى 5:2. وبطرس الرسول يقول سيأتي كلص في الليل في بطرس الثانية 3:10. فاللي يقعد يقول لك بقى الكتاب المقدس ده كلام بشر، والاسلوب والتشبيهات بتميز كل كاتب. هذه نفس الاسلوب وهذه نفس التشبيهات بين بولس وبين بطرس، وهو كلامه صح فعلا. الكاتب واحد وهو الروح القدس، لا هو بولس ولا هو بطرس. نرجع لموضوعنا. هذا معناه ايه؟ معناه ان العالم اللي احنا عايشين فيه، اللي بيحاول يمتلكنا، بيحاول يدعي ان احنا جزء منه، سوف يأتي الرب يسوع ويأخذنا غصب عن عين العالم مثل اللص الذي يسرق. معناه ايه؟ معناه ان العالم سوف يستيقظ يوم الاختطاف ليفاجأ انه قد سرق. يعني ايه قد سرق؟ يعني هيصحوا من النوم يلاقوا في ناس كتير حواليهم مش موجودين. انا اتسرقت. العالم كله هيقولوا احنا اتسرقنا. فين فلان وفين فلان وفين فلان وفين فلان؟ مش موجودين. من كل الامم، من كل الشعوب، من كل القبائل، من كل لسان، من كل ثقافة، من كل قارة من قارات العالم، سوف يختفي ابناء الله في ذلك الليل، لانه سوف تتم سرقتهم. ودي معنى كلمة هربازو. الاختطاف ان الرب يسوع سوف يأتي ويأخذنا عنوة غصب عن عين رئيس هذا العالم اللي هو إبليس. احنا على فكرة عندنا في الكتاب، أنا بحاول أشرح فكرة الاختطاف كتابيا مش عقائديا، مش لاهوتيا جدليا، كتابيا. احنا عندنا على فكرة أمثلة. واحد يقول لي يعني ايه؟ يعني انا فجأة كده اتسحب كده؟ هتتسحب كده.